صراحة الواحد تعب من الناس اللي هي شغالة بتقول نحن مفسرين أحلام. صراحة الواحد تعب من الناس اللي دايما تفسر للناس أحلامها وتقسم لها إنه هذا سيقع. صراحة الواحد بيفكر إنه يسيب المجال ده. صراحة مش عارف أعمل إيه. يا جماعة، تفسير الأحلام ليست بشيء يقيني. يا إخواني، اللي بيحلم واللي بيفسر، يا ريت يا جماعة تسمعوا الفيديو ده. يا ريت يا جماعة الكل يسمع ويستفيد من الفيديو ده ويركز على كلامي كويس. يا جماعة، تفسير الأحلام شيء احتمالي وليس تأكيدي. يا إخواني، اللي بيتكل ويعتمد على الحلم كأنه شيء خلاص قاطع، فين إحنا من الرؤية؟ هل إحنا رأينا رؤية أم رأينا منام عادي من الشيطان أو حديث النفس؟ يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم أتى في يوم وكان جالس مع الصحابة، وكان في أحد الصحابة عنده منام، فطلب من النبي أن يؤوله له، فرد عليه أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقال: اتركني أوله يا رسول الله. فقال: أوله يا أبا بكر. فأوله سيدنا أبا بكر الصديق، مش أنا ولا أنت ولا ده ولا ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال: لقد أصبت في شيء يا أبا بكر ولم تصب في الآخر. هذا يدل على أنه احتمالية لدرجة كبيرة، 1,000,000% احتمالية الوقوع وعدم الوقوع. ما ينفعش يا جماعة واحد مفسر يقول لي أقسم لك سيحدث، أقسم لك كذا، أقسم لك. أنا بشوف ناس بتخانق خناق في التفسير وليست بتفسر. أولا بالنسبة لينا إحنا كمفسرين، المفروض نكون نبث التفاؤل والأمل والبشرة للي بيجينا. مش شرط أنه يكون حلمان رؤية صادقة، لكن هو مهموم، هو متعب، هو مرهق، مستني أنه يسمع كلمة طيبة، مستني أنه يسمع كلمة تشجعه، مستني أنه يسمع أنه بكرة أحسن. وهنا هيقدر أنه هو يقاوم ويقدر أنه هو يقف على رجليه. ما ينفعش يقول له أنت هتدمر وأنت هتموت وأنت هيحصل لك كذا وأنت هيحصل لك كذا. ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا إخواني، دي مسؤولية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ولا تنفروا، وقال: تفاءلوا بالخير تجدوه. وسمعت كلمة كويسة وطيبة جدا من شيخ جليل من كم يوم، بيتكلم بيقول: بلاش حتى يعني إحنا أنفسنا، بلاش ندعو على أنفسنا، وبلاش نكون متشائمين. إذا حد حس إنه متعب ومرهق، بلاش يتشائم، بلاش يتشائم، بلاش يتشائم، لأنه التشاؤم بيوقع الواحد في الضر، ويوقع الواحد فعلا في الهم وفي الضيق. معلش أنا طولت عليكم في الفيديو ده، بس الفيديو ده مهم، وأنا عايز أعمل فيه حلقات كتيرة للناس اللي بتتكلم وبتقسم إنه ده صح. ما ينفعش يا جماعة تصدقوا اللي يقول لك ده صح واللي يقول لك ده غلط. ما تصدقوش. الله يصلح حالكم يا رب، دنيا وآخرة. التفسير احتمالي 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 فقط لا غير، ربما يقع وربما لم يقع. يريد تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله.